كان صوته زي النسمة يدخل القلب من غير استئذان. فنان سابق عصره، ما اكتفاش بس بالغنى، لكن ساب بصمة في التلحين والإنتاج وحتى في صناعة الموسيقى للأطفال. محمد فوزي واحد من عباقرة الزمن الجميل اللي اتحفر اسمه في تاريخ الفن المصري والعربي، واللي كانت حياته مليانة نجاحات، بس برضو ما خلتش من الألم والصراعات. تعالوا نعرف سوا قصة فنان عاش للفن ومات وهو بيغني للحياة. اتولد محمد فوزي يوم 5 أغسطس 1918 في طنطا، ومن صغره كان عنده شغف بالمزيكا، وكان بيحب يسمع جدا عبد الوهاب ويقلده قدام أصحابه. واما كبر قرر يسيب طنطا ويروح القاهرة علشان يحقق حلمه، وطبعا كان قرار صعب جدا، لكن أمله كان كبير.